مين فينا مش عارف أهمية أطلس الشمس؟ هو الصراحة أنا ما كنتش عارفه أصلاً قبل الحلقة دي. مصنع النهاردة قابل مشاكل غريبة شوية. بيض غوريلا، نمل، قرود، تعابين. يلا نبتدي علشان نعرف مين اللي كهرب وزارة الكهرباء. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. الشركة العربية للطاقة المتجددة مش بس بينتجوا ألواح طاقة شمسية، لكن كمان بيصمموا وبينفذوا محطات طاقة شمسية بالكامل. الطاقة المتجددة ما بقتش أحلام من المستقبل، دي بقت الحاضر. والنهاردة هنشوف مستقبل طاقتنا. باشمهندسة غادة، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، منورنا. الله يخليك بوجودك، وانا مبسوط جدا ان انا مع حضرتك. ميرسي. وفي البداية قبل ما نتكلم في اي حاجة، عايز اعرف ايه موضوع بيت الغوريلا ده؟ بص، خليني اقول لحضرتك، بيت الغوريلا ده احنا كنا بننفذ احد المشروعات في افريقيا في اوغندا، وكنا بنعاين منطقه. احنا بناخد البروجكت من اول الارض، بنروح نعاين الارض ونشوف ممكن المحطه تطلع قدرتها ايه. فلقينا مساحه كويسه جدا، فقلنا خلاص دي ممكن تطلع محطه قدرتها في حدود 5 ميجا. هنشيل الشجر وهنشيل. قال لك لا، اوعى تشيل الشجر، الشجره اللي هناك دي بيت الغوريلا، ممنوع نيجي جنبها. شوفي لي ايه المساحه اللي انت عاوزه تقتطعيها يعني، ونعمل محطه في المنطقه الباقيه. يعني هي الغوريلا بجد عايشه في المحطه؟ بدايه المصنع يا باشمهندسه كانت يعني ممكن حضرتك تكلمينا عنها ازاي؟ كانت امتى طيب، قبل المصنع نفسه ما ينشئ، المصنع انشئ في 2013. تم انتقاء مجموعات من العمل، اتدربوا من 2006، يعني حوالي 7 سنين قبل الافتتاح، قبل ما يبقى في اصلا شركه تؤسس اسمها الشركه العربيه للطاقه المتجدده. الناس دي احنا اتدربنا في دول كتيره بقى، اتدربنا في المانيا، واتدربنا في الدنمارك، واتدربنا في الهند، واتدربنا في اسبانيا على التصميم. طب اهم المنتجات اللي الشركه بتعملها كخط انتاج هي الالواح الشمسيه، لكن انا كمان كشركه عندي منتجات اخرى. انا بنتج بروجكتس، يعني انا ليا يعني ان انا بعمل محطات شمسيه. المحطات دي ممكن تبقى محطات متصله بالشبكه زي اللي عملناها في اوغندا، ممكن محطات تبقى منعزله عن الشبكه، يعني انا في حته بعيده وعايز حاجه تنور بيت او كده، بعمل محطات وليها وحدات تخزين، ولتكن مثلا بطاريات، بحيث ان انا اقدر اشغل ليل ونهار من الطاقه الشمسيه. بعمل ري بالطاقه الشمسيه، اعمده اناره بالطاقه الشمسيه. احنا اول ما نعمل اعمده الاناره في مدينه شرم الشيخ، وبعدين بقت بقى الكشافات سمارت اكتر. بقت الكشاف مش شرط انوره طول الوقت، انوره مثلا 100% في الاول، وبعدين اعمل له ديمينج شويه، وبعدين عن طريق مثلا موشن سنسور لو حد عدى. اكبر مشروع عملتوه واصغر مشروع عملتوه؟ طيب، اكبر مشروع احنا عملنا القياده الاستراتيجيه في العاصمه الاداريه. احنا عملنا محطات شمسيه اعلى المباني بتاعتها في حدود حوالي 19 ميجا. ده كان بالنسبه لنا اكبر مشروع. وده يبقى بيعمل اكتفاء ذاتي للمباني دي كامله، ولا بتحتاجي برضو شويه؟ لا هحتاج برضو، بس طبعا بتقللي النسبه جدا. بالظبط كده، هي الميزه ان انت حتى لو مش هتكفي استهلاكك فانت بتقلله. يمكن اصغر حاجه احنا عاملين مقطوره عليها عدد من الالواح، في الوقت الحالي 4، ومعاها وحده للانفرتر وكشاف، اللي هي تقدر ان انت تقدر تشبكها في العربيه بتاعتك وتمشي بيها. تقف في اي حته، عامل كامبينج في حته جميل. او سفاري او كده، حاجه تنور لك جميل. بالليل. طيب مين بقى اللي كهرب وزاره الكهرباء؟ يعني احنا كنا اول شركه اشتغلت في مجال
الطاقه الشمسيه. فاول ما بدانا كان اول كاستمر لينا هي وزاره الكهرباء اللي في العباسيه. احنا اللي عملنا لها انتوا اللي كهربتوها بالظبط كده، يعني بعنا الميه بحق السقايين زي ما بيقولوا يعني. لان فعلا كمان دلوقتي يمكن ده كان بادئ من 2013 زي ما بنقول، لكن دلوقتي كمان جهات حكوميه كتيره جدا عايزه تنفذ خطه الدوله 2030، فكله رايح اي مساحه متوفره عنده سواء على سطح او حته ارض لو كانت موجوده بيبقى عاوز يعمل عليها طاقه شمسيه، فهي مفيده. انا طول الوقت عمال اسال اصلا، حتى بفكر حتى لو حد عنده بيت وازاي يقدر يستغل ان هو يعمل فوق بيته حتى احتياجاته على هو. فكرة بس انا متهيألي جداً. نفسي يعني نوصل لان تبقى المساحات اصغر شويه وتطلع باور اعلى شويه، لان هو ده اللي هيخلي الناس تتشجع انه على الاقل يبقى مثلا يعني نوصل نبدا 50-50 حتى، لكن هيبقى التكلفه كبيره قوي في المحطات في الوقت الحالي بالنسبه للبيوت عشان تطلعي منها. بس بص حضرتك مش هتبقى كبيره قوي لان اوريدي الكهرباء كمان سعرها طبعا بيتحرك. صح تمام. احنا في بيوتنا كلها احنا موجودين في حتت فيها كهرباء، ففي الحاله دي بنركب عدادات اللي هي بتبقى باي دايركشنال، بتحسب حضرتك انتجت قد ايه واستهلكت قد ايه، وبيتعمل مقصه ودي بتعملها وزاره الكهرباء، فدي بتبقى مفيده جدا يعني. كان في قصه كمان عرفتها ان في حد كان في الاسعاف واتلسع بعقرب وهو بيشتغل في احد المحطات واحنا بنشتغل، زميل لينا كان بيركب في محطه ومره واحده ايه اللي حصل؟ عقرب لسعه. الحمد لله ان احنا كنا في نقطه جوه المستشفى. ايوه بالظبط كده، فعلى طول الامصال موجوده وكده. على طول اخذ الحمد لله ما حصلوش حاجه يعني. الامصال موجوده واخذ الامصال، بعد كده نقلوه بقى من الاسعاف راحوا لاقرب مستشفى نطمن عليه. فبرضه نقط الاسعاف دي محتاجه ثلاجات ومحتاجه يبقى فيها اناره كاتل اللي هي الحاجات البسيطه، فدي محطات الطاقه الشمسيه المنعزله بتعمل الكلام ده بسهوله جدا. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. باشمهندس هيثم، ازي حضرتك؟ الله يسلمك، اهلا وسهلا. اهلا بيك. ممكن حضرتك تكلمنا باختصار كده عن خطوات الانتاج؟ خطوات الانتاج الخاصه بخط انتاج الالواح الشمسيه عباره عن 10 مراحل انتاج و3 مراحل اختبار. بنبدا مثلا بخطوه تجميع الخلايا الفوتوفولتيه، تجميع اوتوماتيكي. التجميع الاوتوماتيكي ده بيبدا مع السترنجر وبعدين بينتقل على الانتركونكشن. قبل ما احط الخلايا على اللوح الازاز ده بيخش على محطة الغسيل، وبعدين يعني المجفف بيتجفف، وبعدين بيتحط عليه الاي في اي، يخش تترص عليه مراحل، تترص عليه مصفوفات الخلايا. بعد كده بيطلع على محطة الانتركونكشن اللي هي المرحلة اليدوية. بيجمعوا الخلايا الفوتوفولتية يدويا، بيعملوا اللحام العرضي، وبعد كده مرحلة اختبار. بيخش بعد كده على اللامينيتور علشان خاطر يتعمل دمج للوح الشمسي، وبنعمل تريمنج بعد ما يخرج من اللامينيتور، بيتعمل له تريمنج عشان يشيل الزوايد الخاصه باللوح، وبعد كده يتعمل له فريمنج وتجميع الجنكشن بوكس، وبعدين مرحله الاختبار النهائيه على السنسيموليتر. بعد كده بعد ما بيطلع من مرحله الاختبار النهائيه بيتنظف من السيليكون والمواد العالقه باللوح الشمسي، وبعدين بيتغلف كل مجموعه من الالواح، عباره عن 26 لوح شمسي بيتغلفوا وبيتحطوا على باليتا، وكده يبقوا جاهزين ان هم خلاص جاهزين للعميل ان هو يستخدمهم. طيب ممكن حضرتك برضو تكلمنا عن بيانات المصنع كده بالظبط، العماله الانتاجيه؟ خط انتاج الالواح الشمسيه خط انتاج 52 ميجا وات سنويا، طاقه اسميه. طاقه اسميه يعني 365 يوم، يشتغل 365 يوم 3 ورديات، لكن لو اشتغلنا ورديه واحده فهو انتاجه 17 ميجا وات. خط انتاج فيه 14 عامل و2 مهندسين. طيب باشمهندس حازم، كمان ممكن حضرتك تقول لنا مساحه المصنع قد ايه، واكيد كمان في شهادات حضراتكم حصلتوا عليها؟ تمام. مساحه المصنع 720 متر مربع من غير المخازن، بالمخازن 1200 متر مربع. الشهادات اللي احنا واخدين شهاده تي في، وان شاء الله باذن الله عندنا طموح ان احنا يبقى عندنا خط انتاج جديد 200 ميجا وات 300 ميجا وات خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله، خلال السنه دي ان شاء الله باذن الله يكون عندنا خط انتاج جديد طاقه اعلى من الطاقه اللي احنا بنطلعها دلوقتي. طيب جميل. عندي سؤال كده يعني فضل. خاص شويه. لو انا بيتي في مكان فيه شمس
وعندي امكانيه ان انا استخدم الالواح الشمسيه دي. لازم يتعمل عليك معاينه الاول، ونعرف سطح البيت. المفروض ان 9 متر مربع ياخدوا 1 كيلو وات. تاني حاجه المفروض ان نعرف الباور اللي انت بتستهلكها قد ايه. انت مثلا بتستهلك في الشهر مثلا 500 كيلو وات، يبقى المفروض ان انا اركب لك الواح شمسيه تغطي الاستهلاك بتاعك. وتقدر تتعمل يعني تقدر تتعمل طبعا يعني. طبعا. طيب والتكلفه لو حد عنده شمس كويسه فوق سطحه ويقدر يعمل كده، التكلفه حضرتك شايف ان هي ممكن تبقى تشجع ناس كتير ان هم يروحوا للخطوه دي؟ ان شاء الله بإذن ولا الله. لسه الموضوع بيكلف قوي وما بيكملش طبعا الاحتياجات؟ هي الدول الاوروبيه طبعا متغطيه مسابقانا في الموضوع ده، لكن احنا ان شاء الله على الطريق. يعني ان شاء الله باذن الله مصر خلال ال10 سنين اللي جايين هيكون الطاقه المتجدده مغطيه 40% من استهلاك مصر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله من 40 ل 42%. ان شاء الله. ونبقى اكتر من كده كمان لحد ما نوصل نبقى مش محتاجين اي حاجه ان شاء الله غير بتاعه الشمس بتاعه ربنا اللي عندنا دي. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعه الصلب في مصر والشرق الاوسط. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعه الصلب في مصر والشرق الاوسط. حازم هو اقدم عامل، بقاله في الشركه سنين، شاف فيهم كتير، ده حتى شاف تعبان كبرى. اما فارس بقى فهو اجدد عامل في الشركه. يا ترى هتشوف ايه يا فارس في السنين اللي جايه؟ حازم ازيك؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انا مبسوط ان انا معاك عشان عارف ان انت اقدم عامل هنا، صح؟ صح يا فندم، اقدم واحد في الشركه. طيب. اقدم فني في الشركه. بقالك كام سنه تقريبا؟ بقالي داخل الشركه 11 سنه، لكن في الهيئه العربيه للتصنيع 22 سنه. ما شاء الله، ده رقم الحظ بتاعي 22 ده. انا حبيتك يا حازم. الله يكرم حضرتك يا فندم. طب وايه اللي يخليك تستحمل كل الوقت ده؟ الهيئه مكان كويس وبنتعلم فيه حاجات جديده. تاني حاجه انت المجال بتاع الطاقه الشمسيه خارج مصر كويس جدا. طب انت بدات امتى موضوع الطاقه الشمسيه؟ اكيد مش من 22 سنه. لا، الطاقه الشمسيه عموما احنا بدأناها هنا في سنه حوالي 2011 2010 2011. يعني 12 13 سنه مثلا. فكانت بدايه عمليات بحثيه، لكن الشركه نفسها انشئت سنه 2013. فانت من بدايه الموضوع هنا تعتبر من المؤسسين يعني. يا رب دايما كده طول العمر. انا عارف ان انت كمان عندك قصص مع حيوانات، واحده منهم مع الكوبرا. اوغندا. ايه اللي حصل بقى؟ كنا في دوله اوغندا، واثناء اعمال الفحص للمحطه قبل التسليم الخاص بالمحطه، فانا بعمل فحص للمحطه لقيت كوبرا طلعت قدامي. حلاوه. بس هو الحمد لله الحظ يعني انها كانت باصه في الاتجاه المعاكس. يعني طلعت بظهرها. وانت شفت المنظر كله بتاع ده؟ المنظر كله، فهي جريت في الاتجاه، انا جريت في الاتجاه الثاني على طول. طبعا. اشمعنى اوغندا يعني؟ دوله اوغندا بالنسبه لنا هي دوله افريقيا، الدول الافريقيه قريبه من مدار السرطان، فالسطوع الشمسي بيبقى عالي هناك. احنا بنتعامل على السطوع الشمسي لكن مش الحراره. دي معلومه جديده جدا عليا. انا كنت فاكر ان هو مثلا 7 و8 دول هم بقى اللي احنا بنقعد نشحن بيهم طول السنه. لا 7 و8 حر. السطوع كويس جدا، لكن حر. في درجه حراره بتخفض الانتاجيه. ايوه. فارس ازيك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ الحمد لله بفضل الله. انت اجدد واحد في المصنع صح؟ ان شاء الله. بقالك كام سنه تقريبا؟ حوالي 5 سنين ان شاء الله كده. 5 سنين بس. طب قبل كده كنت فين؟ قبل كده كنت لسه في الدراسه في الانتاج الحربي. اوكي. وبقالك 5 سنين في المصنع. بالظبط كده. طب وناوي تكمل قد ايه؟ يعني ما فيش مده معينه. ليه؟ لان المكان هنا اساسا كل يوم في تجديد وفي تطوير، والمكان يعني الخلايا الشمسيه حاجه كويسه طبعا، ولها مستقبل كبير. صح. يعني كل الدول اللي بتعتمد على الطاقه الشمسيه هي الدول الناجحه والدول المتطوره اساسا. طب دي فرصه كويسه يا فارس، عايز اقول لك جات لك في وقتها طبعا، وجات لك في الوقت المظبوط، وانا شايف ان ده المستقبل فعلا زي ما انت قلت. ان شاء الله. وركز قوي، وان شاء الله لما اجي بقى المره الجايه يبقى عندك كده قصه كبيره بعد ما تبقى عديت بسنين كتير قوي في المصنع ان شاء الله. ان شاء الله. باشمهندس رضا ازي حضرتك؟ ممكن حضرتك تكلمنا بقى عن التصدير وازاي بيحصل في الشركه او في المصنع؟ احنا التصدير عندنا مقسوم لجزئين. جزء ان احنا بنصدر الخلايا الشمسيه بس، وده يعني جزء بسيط. الجزء الاهم ان احنا بنعمل محطات شمسيه. بنعمل محطه شمسيه بالكامل، بيبقى الالواح دي جزء من المحطات ديت.
يعني جميل، يعني كانك بتصدر المحطه نفسها. بالمحطه كده. ايوه بس هناك بتاخد فكر وفي نفس الوقت والتنفيذ. مكونات والتنفيذ وكل حاجه. طيب بالنسبه للالواح الشمسيه، انا بالنسبه لي اللي هي بتبقى بزاويه ميل بص للشمس وخلاص، تمام. هل ده مظبوط ولا بيختلف بالبلد في للتانيه؟ حاجه اسمها اطلس الشمس بيختلف زاويه الميل من مكان لمكان. يعني انا بقول مثلا في اوغندا لما جيت انا عملت المحطه بتاعتي في اوغندا كانت زاويه الميل بتاعتي 5. ليه؟ انا قريب من خط الاستواء. لكن مثلا لو انا عامل حين المحطه مثلا في القاهره او في مصر مثلا 20 25. طب اللي بيحدد الميل ده وجود الشمس فين؟ يعني انت عايز طول الوقت طول الوقت الشمس. طول الوقت بتبقى في الجنوب، بحيث ان الشمس بتجيب من الشروق للغروب. ايوه يبقى اعلى فتره، لكن ما ينفعش اجيب العكس. انت عايز الشمس كلها من اول ما بتطلع لحد ما بتطلع. وده بيتاخد في التصميم. برضه في سؤال دايما عندنا بنحب نعرف اجابته من حضرتك، ان هو اول كونتينر كان امتى وفين؟ او مش هيبقى كونتينر بقى، او هتقول لنا ازاي التصدير بيحصل، واخر كونتينر كان امتى وفين؟ اول كونتينر ده يعني زي ما قلت لحضرتك ده كان في اوغندا، والتصدير يعني بيبتدي ان احنا بعد ما عملنا تصميم للمكونات واعتمدناه من هيئه الطاقه الجديده المتجدده في مصر وكهرباء وزاره الكهرباء في اوغندا. ابتدينا ان احنا نشحن الكونتينر وبنخاطب شركات شحن بحيث ان احنا نقول لهم. وكانت طبعا للاسف كان الشحن رايح ميناء مومباسا، مش لان اوغندا دوله حبيسه ملهاش ميناء، فمن مومباسا بنبتدي ان احنا بنبتدي بري لغايه اوغندا. فده كان مشوار صعب، ده كونتينر صعب شويه. اخر حاجه احنا كان اريتريا كانت 1 ميجا، وديت برضك يعني برضه دوله حبيسه ولا حلوه؟ لا دي ليها ميناء. لا ليها ميناء. دي طيب بتصدر لكام دوله تقريبا؟ احنا بنصدر لمعظم الدول الافريقيه. معظم افريقيا. وحاليا بندرس ان احنا مشاريع في دول عربيه، بحيث برضك ان احنا عايزين نتوسع في الدول العربيه على اساس ان هي دول شقيقه طبعا، وبرضك طالبين محطات. والجو بالتالي هيبقى كمان مناسب طبعا جدا. طبعا اكيد الجو مناسب والدنيا امان يعني ما فيهاش مشكله. صحيح. الكونتينرات دي جواها خلايا شمسيه بتصدرها الشركه العربيه للطاقه المتجدده. مش بس كده، دول كمان بيصمموا وبينفذوا محطات طاقه شمسيه في الدول الافريقيه. يعني بيصدروا علم وخبره وكمان منتجات عليها احلى جمله: صنع في مصر.